اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، اليوم أيضا عندنا حالة مرضية أو حالة أيضا تعبانة، والقضية أنه رجل مريض من أهل النعمانية، بيني ما بين الله ما أعرف، لكن جاري طرق الباب علي وجاب لي هاي التقارير وجاب لي الوصفات مالاته وإجاني. إيش بيه هذا الرجل؟ بمرض سرطان بالأمعاء. المهم أجروا له عملية ويحتاج له 500 ألف دينار. أنا أريد مساعدة من أهل الخير، 500 ألف دينار مساعدة من أهل الخير اللي عنده لا يقصر، كان خميس إن كان زكاة، يعني دفع بلاء هذا المريض. هذا خطية، عنده 5 بنات وقضيته تعبانة، وسالفة العملية أيضا أنه يعني يحتاج بعد 500 ألف دينار. فإخواني لا تقصرون وياه. أنا قلت لكم طرق الباب علي جاري، وجاري من الثقات، وما أنشر حالة إذا أنا ما متأكد من عته. فمتأكد من خلال جاري، متأكد من خلال جاري أنه هذا الرجل بحاجة للأموال. فيا أخوتي من مال الله لا تقصرون، جزاكم الله ألف خير. أخوتي أهل الرحمة داخل خارج العراق لا تقصرون. 500 ألف دينار الرجل محتاج. هسه خاف واحد هم يحكي ويقول شيخنا خذ فحل من جيبك، ويا الشيخ يراد له ميزانية مال دولة الله تكفي له. يعني على هاي المناشدات، والله مناشدة نطلعها على الشاشة أو 10 مناشدات ما نطلعها، أحكي لكم بما هي، يعني خاطر انه تكونون على بينه من امرنا. يعني القضيه انه والله الشعب العراقي كله محتاج. فيا اخوتي لا تقصرون، جزاكم الله الف خير. اخوتي اهل الرحمه اهل الغيره، رجل محتاج وهاي تقاريره موجوده، والرجال محتاج 500 الف دينار لا تقصرون بهم من مال الله سبحانه وتعالى. لا تنسونا بافضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.